زي الفل يا رجالة، واهلا بيكم في فيديو جديد من موتور بالعقل. النهارده معانا موتوسيكل ناس كتير بتسأل عنه. موتوسيكل ليه تاريخ وناس حرفيا بتشتريه وتفضل مركباه سنين بدون ما يفتحوا الموتور. الأسطورة اللي فاكرينها راحت، بس لسه أصحابها بيحلفوا بيها. معانا سوزوكي جي ان. ده بقى الموتوسيكل اللي لو اتقال عليه كلمة واحدة هنقول اعتماد. يلا بينا نخش في التفاصيل واحدة واحدة ونشوف هل الجي ان لسه يستاهل كل الكلام اللي معمول عليه ولا لأ. الجي ان بينزل بإصدارين مشهورين، جي ان 125 وجي ان 155. الفرق الأساسي بينهم القوة، لكن الفلسفة واحدة: موتور هادي ثابت وبيخدمك بدون صداع. موتور 4 أشواط، تبريد هواء، قدرة معتدلة بس كافية جدا للمدينة، فتيس 5 سرعات سلس وناعم، عزم بيبان على السرعات الواطية وده بيخليه ممتاز للزحمة. استهلاك البنزين من الآخر صديق المحفظة، الجي ان معمول عشان اللي عايز يوصل بسلام وبدون توتر، مش معمول للسباقات، لكن معمول للمشاوير اليومية اللي محتاجة راحة واعتمادية. الوزن الخفيف بتاعه بيخليه سهل جدا في المناورة. لو انت لسه متعلم، الموتوسيكل ده هيبقى صاحبك اللي فاهمك. الدركسيون سهل والويل بيز مناسب للمدينة، لكن على سرعات أعلى من 90 بتحس إن الموتوسيكل خفيف شوية وعاوزك تفضل ماسك الدركسيون، وده طبيعي لأنه مش معمول للسرعات العالية أصلا. الكرسي واسع ومريح، وضعية جلوس مستقيمة، الرجلين واخدة وضع طبيعي، الهاند بار عالي شوية فمش هتحس بانحناء في الظهر. لو شغلك كله مشاوير جوه البلد، صدقني هتحب الراحة بتاعته جدا. هنا بقى الجي ان يكسب بسهولة. ليه؟ لأن معظم الصنايعية حافظينه وقطع غياره موجودة ورخيصة. الموتور بسيط ما فيهوش تعقيدات، أي ميكانيكي في أي ورشة صغيرة يعرف يتعامل معاه. ده من الأسباب اللي خلاته يعيش سنين بدون شكوى تذكر. اعتماد وراحة وأداء ثابت، قطع غيار متوفرة ورخيصة جدا، بنزين قليل، توفير جامد، صوت هادي وموتور ناعم مناسب للمبتدئين، سهل في الركنة والمناورة، ممتاز للشغل اليومي والمشاوير. التصميم يعتبر قديم مقارنة بالجيل الجديد من الموديلات. التسارع ضعيف نسبيا، مش مناسب للسفر الطويل أو السرعات العالية. هتحس إنه خفيف لو زودت السرعة عن الطبيعي، محتاج محافظة عشان يفضل بنفس قوته. من الآخر، لو انت عايز موتوسيكل مش بيقولك لأ، موتوسيكل بيصحي الصبح ويشتغل حتى لو بقاله أسبوع واقف، يبقى السوزوكي جي ان اختيار مضمون 100%. مش أسرع موتوسيكل ولا أحدث شكل، لكن أكتر موتوسيكل لو سألته هتكمل يرد عليك لحد آخر يوم يا باشا. لو أول مرة تشوف قناتنا، ما تنساش تعمل لايك وتشترك عشان دايما تكون مع جيش موتور بالعقل. ويلا بينا، مستنيينكوا في الفيديو اللي جاي. سلام، وما توقفش بنزين دايما.